السلام عليكم يا شباب، جيت لكم بالحلقة السابعة من انمي ميموري. بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا متنساش تدعي لإخواتنا في فلسطين إن ربنا يقويهم على اللي هما فيه، تصلي على النبي، أهم حاجة إنك تصلي لأن صلاتك أهم. تبدأ الحلقة بتاعتنا وبنشوف مجموعة من الجنود وبيطمنا مفيش حد خرج إن أطلال التخلص، وبيلاقوا حجر سحري مرمي في الأرض المفروض يكون لونه فضي. واحد من الجنود بيقول في الحالة ديت لازم نبلغ الحكيمة. هو أنت مفكر إن ممكن حد يخرج من الأطلال حي؟ أكيد مش هتحصل، لأن في النهاية نسبة النجاة في الأطلال منعدمة. بننتقل بعد كده لقرية صغيرة وممر بيختار قناع عشان يخفي هويته، والتاجر بيسأله هو أنت حبيت قناع ملك الذباب؟ تعرف إن ملك الذباب حول جزيرة الوحوش لحصن ليه وهزم كل أعدائه، ولكن في النهاية اتهزم وفضلت القصة بتاعته مشهورة لغاية دلوقتي. طبعا عارفين يا صديقي إن كل اللي بيعمله التاجر ده عشان يجذب رجل الزبون، وبنشوف فعلا ميموري اشترى القناع وعجبه وبيقول جواه هخليكم كلكم تندموا، وحتى الحكيمة في شيس، ومش هخليك تستخف بيا تاني وبقوتي. بننتقل بعد كده يا عزيزي المشاهد لقلعة الحماية البيضاء مملكة ماجنر، وبنشوف واحد بيتكلم وبيقول انا مش مصدق ان فرسان التنين الاسود ماتوا، ما زلت مش مقتنع ان الاقوى في البشريه مات كمان. فواحد بيرد عليه وبيقول له انا اتاكدت من الجثث الخمسه بتاعتهم وما زلنا بنحقق في الموضوع. فبيوجه سؤاله لمملكه اليون ويقول لهم ايه رايكم في الموضوع. فبتقول له الحكيمه في الشيس كل اللي نعرفه ان الفرسان الخمسه كانوا بيطاردوا السراس. فبتسألها واحدة بتقول لها طب انت عندك اي معلومات عن مكانها حاليا؟ فبيرد عليها لقينا لبسها في مكان في الغابة متقطع وحواليه دم، ووفقا لكمية الدم فأكيد اتصابت إصابة خطيرة. فبتقول له هو أنت تقصد إن في احتمالية إنهم قتلوا بعض وإنها ميتة دلوقتي؟ بمناسبة إننا بنتكلم عن مملكة نيا المقدسة، سمعت إن الإمبراطور المقدس أرطولا مات إمبارح. فبيرد عليه أنا ما يهمنيش واحد جبان زيه باع بلاده من غير ما يقاتل. الخبيثة بتقول للأسف كان فرسان التنين الأسود أفضل أمل لينا أمام إمبراطورية الشيطان العظيمة، وخسارتهم ضربة قوية لتحالفنا، وبتوريهم نواياها الحقيقية. وبتقول علشان كده أبطالنا من العالم الآخر دلوقتي دورهم الأهم. وبيكون في حد فاهم نواياها وبيقول لها لما بتظهر مملكة الشيطان ساعتها بتزدهر مملكة أليون. فبترد عليه تقصد ايه بكلامك ده؟ فبيقول لها لما يظهر الشر ساعتها بتضطر كل البلدان انهم يعتمدوا على مملكة أليون. فبتقول له هنعمل ايه؟ مش بإيدنا حاجة، ان ملك الشياطين صعب ان حد يهزمه، عشان كده اللي يقدر يوقفه الأبطال من العالم الآخر. فبيقول لها ايه رأيك في الأسطورة اللي بيقتل الحكماء؟ بتقوله مش فاهمة ايه السبب انك تذكر القصة دي دلوقتي وانت كويس. عايز اسألكوا سؤال، هو انتم مفكرين ان موت الفرسان الخمسة كان بسبب سيراس؟ فكلهم بيسكتوا شوية مش بيقولوا حاجة. وبيجي واحد من الجنود ويقول له خبر في ودانه وان في شخص في أولزا بيدعي ان هو اللي خلص على فرسان التنين الاسود، ومسمين نفسهم مستعملين السحر الملعون من اشنت. وبننتقل على المشهد اللي بعده وبنشوف سيراس ومومري ماشيين في شارع، وبيلاحظ مومري حاجة وبيقول لها ايه المكان ده؟ فبتقول له سيراس ده كولوسيوم الرياضة الدموية، وعبارة عن حلبة بيقتل فيها العبيد المرتزقة وبيخلصوا على بعض، وبيكونوا اسمهم محاربي الرياضة الدموية، ويقدروا ياخدوا مكافآت بفوزهم في المباريات. وكمان اللي بيدير المكان الضوك مقاومة المرتزقة. المكان ده يعتبر المصدر الرئيسي للتسلية بالنسبة للناس، بيروحوا الفندق عشان يحجزوا مكان يناموا فيه. والسراس بتقول له احجز اوضه واحده عشان معناش فلوس تكفي بسبب السفر. فبقول لها لا انت عبيطه، انت عارفه ان انا راجل ومرضيش على نفس الكلام ده، وبيحجز اوضتين. وبننتقل بعد كده وهما بياكلوا فبيسمع عمر مجموعه من الناس بتقول ان سيراس قتلت الفرسان الخمسه وماتت هي كمان. واحد بيقول له لا هي خسرت وماتت في المعركه، واللي قتل الفرسان الخمسه اشنت. ممر بيقول لها ايه رايك في الموضوع ده؟ فبتقول له سيراس سمعت عنهم شويه اشاعات وانهم بيستخدموا اللعنات، وبعدها بيدخل مكان اوراس اشنت وبيقول احنا الجنود اللي بيحموا مواجي اللي من سلالة اللعنات، وبيقوموا مجموعه من الناس ويقعدوا مكانهم، ويفكر ان اللي حصل ده حاجه كويسه وانها في صالحهم وانهم يتحملوا مسؤوليه قتل الفرسان الخمسه. واول ما بيسمع عمر الناس وهي بتتكلم عن مشاوذه المحرمات فبيروح ناحيتهم وبيقول لهم ممكن تعرفوني اكتر عن الموضوع؟ وطبعا عشان يخليهم يتكلموا بيقول تقدروا تطلبوا اكل على حسابي. على طول بيوافقوا انهم يحكوا معاه، وبيقولوا ان الشخص اللي ادعى انه قابل مشاوذه المحرمات هو اقوى محارب رياضه دمويه في النرويج. وتشاء الظروف يا صديقي ان في نفس الوقت اللي بيتكلموا فيه يدخل الشخص اللي بيتكلموا عنه هو اف سبيد. فبيروح مامر يحط فلوس جنبها وبيقول ممكن تساعديني في حاجه؟ فبتقول له شيل فلوسك يا حبيبي انا مش فايقالك. فبقول انا سمعت اشاعات عنك وكنت بتمنى ان انا اقابلك، انا اسمي هاتي وانا مرتزقه. فبتقفشه وبتقول له قول اللي انت عايزه من غير لف ودوران، لان اكيد يعني ما جيتش هنا عشان انا محاربه رياضه دمويه. فبيقول تمام هكون صريح معاكي، تعرفي مكان مشعوذه المحرمات؟ وانا رحت ارض الوحوش ذو العين الذهبيه ولكني ما قابلتش المشعوذه. بتكون ساعتها سراس بتسمع وبتعرف انها بتكذب، بتقول له ليه بتدور على مشعوذة المحرمات؟ فبيلاقي الفضول اني بحلم ان اكون عالم في المستقبل، علشان كده كنت عايز اجر مرتزقة وازور المشعوذة، ولكن ده يا حبيبي مش مكان ممكن تدخله وتخرج منه حي، واشك انك ممكن تقدر تصمد لمدة 3 ايام، لازم تقدر حياتك كويس وانا مش هقدر افيدك. وبعدها بتمشي من المكان. وهما ماشيين سراس بتقول له انها كانت بتكذب، فبيقول معنى ذلك انها تعرف مكان مشعوذة المحرمات. فبيقول لها اتمنى اوصل لطريقة اخلي محاربة الرياضة الدموية ديت تقول لنا مكان مشعوذة المحرمات. فبتقول له في طريقة وهي الفلوس.
لأنهم يقدروا يشتروا حريتهم لو كان معاهم فلوس، ولكن طبعا الموضوع ده يتطلب مبلغ كبير، وبنشوف إنها بتزور إلف ظلامية وبتطمن عليها وبتقولها استحملي وأوعدك إن هخرجك من هنا قريب. وبنروح بعد كده الممري وبيقول لسراس هو في خدعة على القطار القريب لأني بعتمد أكتر على مهاراتي أكتر من اللازم. فبتقول له فيه وهنبدأ نستعمل أقل حركة ممكنة علشان تثبت الخصم بتاعنا. بتقول له فكرتني لما كنت بدرب الفرسان وأديهم نصايح لما كنت قائدة الفرسان، ودلوقتي أهجم عليا. فبيهجم عليا وبيضربه بإيده، ولكن بتقدر تتفاداها بسهولة وبتثبته. بتقول له الطريقة ديت مش محتاج تستعمل فيها أسلحة، وكمان تقدر تستخدمها على خصوم مش عايز تأذيهم. ولكن بعدها بتبقى مترددة وبتقول له أنت متأكد إنك عايزني أدربك؟ بيقول لها أيوه ما عنديش مانع. وبعدها يا صديقي بتروح عشان تغسل الهدوم وبتشم ريحة الهدوم بتاعت ممري. طبعا يا عزيزي المشاهد عشان تعرف ريحتها وحشة ولا لأ، بيجي من وراها ممري وبيقول لها ممكن تديني شوية من وقتك؟ بتقول جواها من امتى هو واقف وهل هو لاحظ اللي انا بعمله؟ فبتقوم تقف وتقول له انت عايز مني حاجه؟ فبيقول لها ايوه، لاحظت ان هدومي مش موجوده فقلت اسالك. فبتتاسف لانها خدت هدومه عشان تغسلها. وبعد ما بيروح اوضته يقول جواه سراس بتحاول انها تحميني بكل قوتها، ده حتى كمان بتخبي مشاعرها علشاني. وبتصحى سراس من النوم وبتلاحظ ان ممري لسه صاحي. طبعا يا عزيزي المشاهد انت لسه بتقول ليه هم في اوضه واحده؟ عشان سراس يا صديقي انا تعبانه وحاسه بدوار فساعدها ممري ومشيها لي بالله عليك. فبتساله ليه انت لسه ما نمتش لغايه دلوقتي؟ فبيقول لها لان ما جاليش نوم. وبتطلع 3 ازايز فيهم اعشاب ممكن يساعدوه على النوم، وواحد منهم بيخليك عندك نشاط وفايق. فممر يا صديقي بيطلع سكر وبيحطه في العشب ده عشان يحليه ويعمله كشاي علشان يشربوه. ولكن بعد ما سراس بتشرب بتدرك انها استخدمت الاعشاب الغلط. وبعدها ممر بيقول دلوقتي الاولويه لانتقامي قبل اي حاجه، وصعب عليا انتبه لحاجه او يرتاح لي بال، وان شاء الله اول ما يتحقق حلمي ساعتها هركز على حياتي واشوف دنيتي. بتقول سراس اوعدك اني هساعدك بكل قوتي عشان تحقق انتقامك في اسرع وقت. فبيرد عليها شكرا وهعتمد عليك في ده. وبيجي تاني يوم يا صديقي وبيروح للكولوسيوم عشان يجمع معلومات عن اف سبيد، وبيسأل سراس ايه الاخبار عرفت ايه؟ فبتقول له القصه ما فيها ان هي كانت عبده والسيد بتاعها باعها للكولوسيوم، وبما ان هي من فصيله نادره كانت ناجحه في اول قتال ليها، ومن ساعتها ما خسرتش اي مباراه لمده 3 سنين. واللي انا سمعت ان قتالها بكره واخر قتال ليها، فمعنى ذلك انها جمعت فلوس كافيه عشان تشتري حريتها، وده بالتالي هيصعب الموضوع عشان نخليها تساعدنا. وتقول له لكن انا عرفت معلومه مهمه ان هي اصلا جمعت الفلوس عشان تشتري حريتها قبل سنتين. فبيساله ويقول لها طب معنى ذلك ايه السبب؟ فبتديله ورقه بيعرف منها انها بتحاول تشتري حريه شخص كمان، والشخص ده عباره عن طفل اللي احنا شفناه يا صديقي وهي بتزورها. في معلومه كمان مهمه جدا، وان معظم محاربي الرياضه الدمويه ماتوا في اخر قتالات ليهم. فقال لها برضه انا سمعت الكلام ده، ومعنى ذلك انها تقابل شخص قوي في المباراه النهائيه. وبترد عليه وبتقول ولكن ما يخافي كان اعظم، لان انا سمعت ان الدوق اللي بيدير الكولوسيوم بيعمل حاجه للابطال عشان يكونوا في وضع سيء قبل ما يخش المباراه. فبالله حلو، ومن هنا هنستغل النقطه دي لصالحنا. وبس يا صديقي دي تكون الحلقه السابعه من ان ميموري. بس قبل ما ننهي الحلقه بتاعتنا متنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين وان ربنا يقويهم على اللي هما فيه، وتصلي على النبي، واهم حاجه انك تصلي لان صلاتك اهم. وسلام.